زاكس كان يعتبر براند نمرة 1 في مصر، وهو تقريبا اللي دخل فكرة الفرايد تشيكن المصرية في مصر، انه محل مصري او مطعم مصري يعمل فرايد تشيكن او سندوتشات ادوار كبيرة. سندوتش العملاق ده اللي كان عامل عليه مسابقة وكلام زي كده. وبعد كده بدأت تظهر عدوى براندات الفرايد تشيكن في مصر، ناس كتير بقى زي بازوكا اللي تفوق عليه وبقى دلوقتي متربع على القمة في الساحة يعني. ايه اللي يخلي تغليفه، انا اتصدمت، ايه اللي يخلي التغليف عامل زي بتاع الفول والطعميه كده دلوقتي ده؟ وكمان العلبه نفسها مش مكتوب حتى عليها زاكس. بس انا عايزه اوريكم الريسيت عشان اكد لكم ان انا طالبه من زاكس بالهوت لاين بتاعه. الحلقه دي مش عشان اطلع القطط الفاطسه في حد، لا، الحلقه دي عشان لو في اي حاجه ناقصاهم يطوروها، عشان يعرفوا ان احنا لسه فاكرين ان في زاكس وانه كان من اشهر البراندات الموجوده على الساحه. ايه اللي حصل؟ هل هو باع مثلا البراند بتاعه لناس تانية بس بنفس الاسم؟ انا من الاول حسيت ان هو في فرانشايز في الموضوع، يعني انه بيدي اسمه لحد تاني عشان الكواليتي كانت بدأت تتغير والاحجام بتتغير، الشكل بيتغير وهكذا. حتى اللوجو بتاعه على اليافطة بتاعة المطعم، بعض المطاعم بتاعته من بره شكلها بدأ يبقى غريب. ده الريزو هو فهم ان هو سادة.